لن تتوقع عمرها الحقيقي، وشاهد ابنتيها الحسنوات ومعلومات لأول مرة عنها الفنانة اللبنانية ريتا حرب. متعددة المواهب، لا تخوض تجربة إلا وتنجح فيها وتتفوق، قد ينقصها خوض تجربة الغناء حتى تصبح شاملة. الفنانة اللبنانية ريتا حرب عمرها 43 عام، وهي موديل وإعلامية وممثلة وشخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولدت يوم 23 من تشرين الثاني نوفمبر في عام 79 في بيروت بلبنان. وعملت ريتا في بداياتها في مجال عرض الأزياء لمدة 6 سنوات، ونالت لقب ملكة جمال جبل لبنان، وبعدها حصلت على لقب ملكة جمال إعلاميات العرب. ظهرت الفنانة اللبنانية ريتا حرب كموديل في فيديو كليبين تخصصت في مجال الإعلام، لكنها بعد 2 سنين تركت الدراسة وتوجهت إلى الخارج للتخصص في مجال آخر. وفي إيطاليا كانت قناة أوربت في بداياتها وتبحث عن وجوه إعلامية جديدة، فوقع الاختيار على ريتا حرب وعدد من الإعلاميات لمهمة ربط البرامج. وبعد 4 أشهر من التمارين في روما قررت العودة إلى أرض الوطن لعدم رغبتها العيش في الخارج، فتزوجت ريتا وبقيت في مجال عرض الأزياء، كذلك قدمت الفوازير لشبكة راديو وتلفزيون العرب. وبعد 1.5 سنة على افتتاح شبكة أوربت الإعلامية في لبنان، طلب منها المخرج نيكول لصباغة تقديم برنامج إسهار بعد إسهار، فوافقت على الرغم من خوفها من التجربة. وكذلك بعد 6 أشهر من التمارين بدأت تقديم برنامج عيون بيروت مع زميلاتها رغدة شلهوب وليليان نعسي وجريس بعقلين الريس. وبرنامج عيون بيروت هو برنامج منوعات مباشر على الهواء. وفي عام 2001 قدمت حرب برنامجا إذاعيا بعنوان محليات بين بيروت والقاهرة، ويتضمن تحقيقات اجتماعية. كما قامت بتغطية المهرجانات اللبنانية والسهرات الرمضانية، وقدمت على شاشة MTV اللبنانية حفل جوائز المورد ستور وسهرات منها للفنان عامر زيان. وقدمت سهرة خاصة بعنوان ليلة عمر مع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد على شاشة روتانا خليجية، تحدثت فيها معه عن مشواره الفني وعن ألبومه الأخير. وقدمت ريتا حرب أيضا حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2017، بالإضافة إلى برنامج القاهرة اليوم بمشاركة الفنان إدوارد. وفي رمضان عام 2018 قدمت برنامجا رمضانيا بعنوان بدي رأيك. اقتحمت الإعلامية اللبنانية ريتا حرب عالم التمثيل، بطل في أولى خطواتها عام 2000 من خلال الفوازير الرمضانية التي حملت عنوان فوازير كوبيس، وقبلها فوازير شامية، وشاركها البطولة الممثل السوري سامر المصري الذي كان يمثل دور زوجها. وشاركت أيضا في مسلسل الحياة دراما، وبعدها في مسلسل مراهقون عام 2012. ونافست ريتا في السباق الرمضاني من خلال مسلسل العشق المجنون عام 2013 وعشرة عبيد صغار عام 2014. ترددت الفنانة اللبنانية ريتا حرب كثيرا قبل أن توافق على خوض تجربة التمثيل بعد أن برعت في مجال الإعلام. ترددت كثيرا قبل خوض هذا المجال، لكنها تملك شغفا كبيرا لموهبة التمثيل، ففي عشرة عبيد صغار خضعت لدروس مختلفة في التمثيل كي تصبح متمكنة أكثر. وبعدها شاركت في عدة مسلسلات عام 2015، حياة سكول عام 2017، وأدهم بيك وجمهورية نون وأول نظرة عام 2018. كما شاركت الفنانة اللبنانية ريتا حرب في طريق ودورة جونيا جبيل. وفي عام 2019 شاركت في مسلسلي آخر الليل وبروفا. وكانت لها أيضا تجربة في السينما من خلال فيلم شارع الحشيشة. ودائما كانت حياتها الخاصة محط أنظار الصحافة والإعلام، إذ تزوجت ريتا حرب من رجل لبناني عام 2005 وأنجبت منه ابنتيها ستيفي وميشال، إلا أن قصة حبهما لم يكتب لها الاستمرار، إذ انفصلا بعد 4 أعوام من زواجهما وتطلقت منه عام 2009. والفنانة ريتا حرب لم تكن تعلم أنها ستصل إلى الطلاق، وصرحت أنها لا تندم على شيء وتنصح ابنتيها بأن لا تتزوجا باكرا.